احنا متعودين دايما ان مباريات المصارعة ما بتقلش عن 15 دقيقة، لكن هيحصل ايه لو قلت لكم ان في مباريات حصلت في المصارعة ما زادتش عن 10 ثواني، يعني انتهت في لمح البصر؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. المباراة الأولى حصلت بين ذا روك ضد إيريك روان. مدة المباراة كانت 6 ثواني وكانت في راس المنيا 32. كانت المباراة سريعة جدا. ذا روك أظهر هيمنته على روان في 6 ثواني، محقق رقم قياسي لأسرع فوز في راس المنيا. أما المباراة الثانية كانت بين ناكامورا ضد جيف هاردي. مدة المباراة كانت 5 ثواني. دافع جيف هاردي عن لقب الولايات المتحدة ضد ناكامورا. الناس كانت مستنية المباراة بفارغ الصبر، لكن توقعات الناس كلها راحت على الفاضي، لدرجة قبل ما يرن الجرس الياباني ناكامورا ضرب جيف هاردي تحت الحزام والحكم ما خدش باله، عشان لما يرن الجرس ناكامورا يعمل الفينش بتاعه ويثبت جيف هاردي عشان يفوز بحزام بطل الولايات المتحدة. بصراحة كانت صدمة للجماهير. أما المباراة الثالثة كانت بين دولف زيجلر وكيرت هوكنز. مدة المباراة كانت 5 ثواني. بداية المباراة إن دولف زيجلر اتحدى أي حد يلعبه على حزام بطل القارات. المهم دخل هوكنز الحلبة ومعاه ميكروفون واتكلم بطريقة مش كويسة على دولف زيجلر، يعني بالمعنى عايز يثبت نفسه انه مصارع مفيش زيه، عشان بعد ما يرن الجرس بلحظات ينفذ دولف زيجلر سوبر كيك ونجح في تحقيق الفوز على هوكنز في 5 ثواني. المباراة الرابعة كانت بين ذا روك ضد بيج بوس. مدة المباراة كانت 3 ثواني بس. الناس كانت متوقعة ان المباراة هتكون قصيرة، بس مش لدرجة 3 ثواني. اللي حصل ان بيج بوس دخل الحلبة بسرعة، واول ما طلع الحلبة استغل ذا روك الوقت وقام عمل حركة شقلبة مع تثبيت قدر من خلالها ينهي المباراة لصالحه، عشان ذا روك يفوز على بيج بوس في 3 ثواني بس ويصبح هو البطل. اما المباراة الخامسة كانت بين سبايك دادلي ضد ويليام ريجل. المباراة دي حصلت في 8 ابريل 2002. استخدم سبايك دادلي القبضات النحاسية عشان يتغلب على ويليام ريجل في ثانيتين بس. المشكلة ان المباراة ما كانتش بدأت والحكم كان بيعد، لكنه فاز وخلاص. المباراة اللي بعد كده كانت بين شيلتون بنجامين ومافن. المهم المباراة دي كانت على بطولة القارات. دخل مافن الحلبة بسرعة وبدأت المباراة، لكن شيلتون بنجامين قدر يثبت مافن بسرعة ويخلص المباراة، لكن مافن مسك الميكروفون وقال ان اللي حصل ده لا يحسب وطلب ان يعيد المباراة. وبعد مناوشة كتير شيلتون بنجامين وافق على المباراة انها تتعاد. راح شيلتون بنجامين نفذ حركة سوبلكس سريعة وقدر يفوز للمرة التانية على مافن، وكانت مدتها 5 ثواني بس. لحد هنا اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك واشتراك القناة عشان نستمر في تنزيل فيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.